نرجع وياكم للحلقة 27 بعد ما حمدية تزوجها سعدي ويبدأ أول يوم بحياتهم الجديدة. سعدي يريد يدلل حمدية فيروح يحضر لها العشاء ويجيب الصينية بإيده ويجي يقعد يمها ويقلها بحنية لازم تاكلين ما يصير تظلين جوعانة. وطبعا حمدية معروفة تموت ولا تظل جوعانة، فيبدأ سعدي يوكلها بإيده ويقلها اكلي حمدية وردة مال الله. حمدية تكون فرحانة وخجولة بنفس الوقت وتقول بينها وبين نفسها ولك يا حمدية منين الله جاب لك هذا الرجال، مرة يتراوالي كأنه خبل ومرة يحكي سوالف حلوة ويحسسني بحنيته. وتكمل بتفكيرها وتقول يمكن هذا هو العوض اللي راح يعوضني عن الأيام السوداء اللي مرت بحياتي. وبهذا الوقت سعدي يباوع عليها ويقلها أنا ما مصدق وحدة حلوة وصغيرة قبلت بي، والله أنا محظوظ بي. فترد عليه حمدية وتقله لا أنا المحظوظة بي. ويرجع سعدي يضحك ويقلها ويوكلها بيده ويقلها اكلك لحمدية وردة مال الله. وهنا تبدي لحظات الحنية بين سعدي وحمدية وتبين انه البداية الحياة الجديدة ممكن تكون مليانة حب وراحة بعد كل التعب اللي عاشته حمدية طول حياته. بهذا الوقت نشوف ابو محمد وام محمد وام فرحان قاعدين يحجون عن زواج حمدية، وابو محمد يقول هو مرتاح همزين انطيت حمامة وامنت عليها. فترد ام فرحان وتقول له حمامة خوش بنية وما يطلع منها شيء مو زين. ام محمد تبقى تفكر وتقولهم لازم نروح نتفقدها اخاف سعدي بعدين يتنحس وياها. فيرد عليها ابو محمد ويطمنها ويقولها لا تخافين عليها سعدي خوش زلمه بس كون تعرف شلون تراعيه لان سعدي على قد ما هو طيب على قد ما هو عصبي. هنا ام محمد تنصدم شويه وتقول له ليش ما قلت لي من قبل لا نورط البنيه. فيرد ابو محمد بهدوء ويقولها هاي قسمتها وانطيتها. فتقول ام محمد وهي بعدها قلقانه كل هذا الحكي خلاني اقلق على حمدي. فيرد عليها ابو محمد ويقولها لا تقلقين حمامه تعرف شلون تكسب محبه الناس، ما شفت شلون الكل مقهور عليها وعلى فراقها. نروح البيت سعدي. حمديه قاعده تفكر بحياتها الجديده وتقول بينها وبين نفسها والله يا حمديه انقلب حالي من وحده خادمه بالبيوت لا وحده صارت ام بيت، عندي غرفه خبط وبيت الي وحدي انام وقت ما يعجبني واقعد وقت ما اريد. صح سعدي مو حلو بس خوش رجال ويحبني شريد بعد من هاي الدنيا الف الحمد لله وشكل إلك يا ربي. لكن حمدية بطبعها ما ترتاح إلا تحسد نفسها على السعادة اللي صارت بيها. بعدها تطلع وتقعد يم سعدي وأخته وأطفاله، وسعدي يلتفت الجهالة ويقلهم هاي حمامة اعتبروها مثل أمكم. بهاللحظة حمدية تتذكر طفولتها يوم أبوها تزوج على أمها لما سألت عن المرة الجديدة ببيتها قالت لهم هاي أمكم. ذكرى توجع قلب حمدية. بعدها أخت سعدي تقول للحمدية أريد تجيبي لي البدلة على مود أرجعها لأم الصالون. حمدية تقوم وتروح تجيب البدلة. وخلال غيابها أخت سعدي تقول السعدي بخوف أخاف نطلع مخدوعين بحمدية وتأذي الجهال. لكن لما ترجع حمدية وتنطيها البدلة أخت سعدي تخلي أطفال سعدي برقبة حمدية وتقولها هذول جهال سعدي أمانة برقبتي. حمدية تبقى تباوع للأطفال وتتذكر معاملة سندس الحية القاسية إلها وهي لما كانت صغيرة وتحس قد الدنيا صغيرة والظروف تتكرر. فتباوع للأطفال وتقول بحنية من هسه انتو صرتوا جهالي. بهذا الوقت سعدي يقولها يلا قومي خلينا نروح نجيب شذاوي من بيت أبو فرحان ونسلم عليهم. لما تطلع حمدية سعدي يوصي أطفاله ويقولهم هاي مثل أمكم ديروا بالكم تضوجوها. وسعدي يمكن ما شايف كل شيء مرت بيه حمدية بحياته، لكن الشيء الأكيد إنه حمدية راح تعامل أطفاله بحنية لأنها عاشت نفس الظروف وتعرف ايش قد الألم صعب على الأطفال. بينما الأمور هادية عند الجميع الشخص الغامض اللي كان يراقب كريم يرجع مرة ثانية، لكن هالمرة مو بس مراقبة يتسلل للشارع بالليل ويكسر جام المطعم وبعدها يشمر مادة النفط داخل المطعم وفجأة يشعل النار ويترك المكان يحترق ويمشي بسرعة. النار تشتعل بالمحل الدخان يصعد للسماء ويبقى السؤال منو هذا الشخص وشنو يريد من كريم. بهذا الوقت نشوف الخال وفريدة وكريم قاعدين يحجون بالبيت وفجأة يندق الباب بقوة. الخال يفتح الباب ويصيح واحد من الجيران الحق مطعمكم جاي يحترق. ينصدم الخال ويركض بسرعة وهنا فريدة تصرخ بحرقة وتقول تعب عمري راح. المشهد يتحول لفوضى ونار والكل يحاول يفهم شنو اللي صار. نرجع البيت سعدي ونشوف وجهه الثاني للحياة. حمدية تقعد يم بنت سعدي الصغيرة وتقولها بحنية تعالي خلي امشط لك شعرك عندك قراصات. البنية تقولها بخجل ما عندي بس
بس وحده. هنا حمدية تبتسم وتطلع قراصات شذاوة من عندها وتنطيها البنت سعدي وتقلها باكر اوديك للسوق واشتري لك احلى قراصات. هنا يبين معنى العوض الحقيقي، المعاملة الطيبة اللي قدمتها فريدة الحمدية يوم كانت محتاجة، هسه حمدية تعكسها على اطفال سعدي. حمدية تحضن اطفال سعدي الثلاثة وتقول بحنية من هسه انتو جهال الثلاثة، لحظة بيها دفو ومليانة حب، لكن بنفس الوقت النار اللي اشتعلت بمحل كريم وفريدة ممكن تقلب الاحداث كلها. ترجع فريدة للبيت تدخل وهي مصدومة وتقول بحزن وبحرق، عبالك تفرحين مثل الناس ويتعدل حالك، تالي كل شي راح واحترق وراحت فرحتي. تقعد تبكي فريدة وتشوف تعب سنينها كله راح بلحظة واحدة. نروح البيت سعد وحمدي. سعدي يسأل حمدية بهدوء ويقلها وين اهلك؟ لا امك ولا ابوك، ما حد حضر بالعرض. حمدية تسكت شوية وبعدين تقول بصوت مكسور امي وابوي ميتين، من وعيت على الدنيا لقيت نفسي يم ناس عود هم قرايبنا، وبعدين من كبرت زوجوني الولد يشتغل وياهم بالدكان، ومن صرت حامل بشذاوي صارت الحرب، وراح زوجي للحرب وبعد ما رجع، وبعدها اجيت البيت ام محمد واخذوني وظليت يمهم بالبيت اخدمهم. هنا سعدي باوع عليها بنظرة غريبة كأنه يريد يعصب او يفكر بشي، بس بسرعة يغير ملامحه ويغير ملامح وجهه حتى ما يبين شي، ويقول إلها بابتسامة يلا انا راح اروح للصيد اجيب سمكة كبيرة اشويها وراح اشوفك شلون راح يعجبك الشوي. نرجع البيت الخال وفريدة وكريم. الخال هنا يحاول انه يخفف من حزن فريدة ويقولها لا تشيلين هم كل شيء يتصلح، لكن فريدة ترد بحزن وتقول شلون يتصلح وانا كل فلوسي وحالي ومالي حطيتها بالمطعم. وبهاللحظة الخال فجأة يوقف على طوله وكأنه تفكر شيء واحد ويصعد فوق، وانا اقول لا فاضل بس لا راح تسوي اللي جاي افكر بيه. وطبعا الخال سوى اللي انا كنت افكر بيه، مثل ما فريدة وقفت له بوقت الشدايد. هسه حان الوقت انه الخال يرد الدين للفريدة، وهنا يجيب كل فلوسه اللي ضامهن الخال وينطيهن الفريدة ويقولهن هذن كل اللي عندي، وراح تداين فوقاهن على مود تصلحين المطعم وترجعين توقفين على رجلك. وهنا فريدة تتأثر وتفرح وتقول له ما يصير ما اخذهن، بس الخال يقول لها انت بيتي وعافيتي وما جزاء الاحسان الا الاحسان. وبعدها كريم يروح يجيب فلوسه وينطيهن الفريدة حتى يساعدها ترجع توقف من جديد. فريدة تنسى لحظة الحريق والمطعم وتفرح بوقفة كريم وفاضل وياها باصعب ايامه، لكن المفاجأة الخطيرة تنكشف، يتبين انه ذلك السافل صديق فاضل هو اللي حرق المطعم، وكان دافع فلوس الواحد حتى يكسره ويحرقه، وبعدها ما خلص الشغل ينطيه الفلوس ويقول له بعد ما اريد اشوفك ولا تعرفني ولا اعرف. نرجع البيت سعد وحمدية نشوفهم قاعدين سوا وياكلون المزقوف، وسعد فرحان وهو يدلل بحمدية والاجواء بينهم مليانة حب وراحة. وبنفس الوقت نشوف فريدة وكريم والخال فاضل رغم الحريق اللي صار بالمطعم يرجعون يوقفون على رجلهم مرة ثانية، يباشرون يرممون المطعم ويصلحون كل شيء، وبعد فترة يفتحون المطعم من جديد وكأن شيء لم يكن. تمر الأيام وحمدية تحمل من سعدي، وسعدي يداريها ويدللها ويوكلها ويشربها ويخاف عليها. وبعد مرون سنتين كريم يكبر والخال فاضل وفريدة أيضا يكبرون بالعمر. كريم يسأل الخال ويقول هالمرة إذا أبوي ما انطاني الجنسية شنو راح نسوي؟ الخال يرد عليه ويقول له هاي المرة نشتكي عليه بيم الحكومة. وكريم يقول له يستاهل وانا عندي أب واحد فقط وهو أنت يا خالي. نرجع البيت سعدي ونشوف شذاوي أطفال سعدي يتعاكون على درجات المدرسة. سعدي يعصب ويصيح ويقولهم كافي، وحمدية بسرعة تقول يمه اسم الله على أبو بيت. وسعدي هنا يرجع يضحك وياكل وكأنه العصبية كلها راحت. نروح البيت حاتم أبو حمدية، وهناك تكون سندس قاعدة، ولما يجون الخال وكريم تطلع عليهم وتقولهم بسخرية مو جيتوا قبل وقلنا لكم الجنسية مو يمنا؟ هنا الخال يرد عليها ويقولها الحكي ويا الزلم مو ويا النسوان. سندس تعصب وتقول للحاتم ها يعني تهين بيتي راضي بهالحكي؟ حاتم هنا ابو حمدية يوقف ويقول لهم ما عاش اللي هين مرتي وانا اشم الهواء. الخال يحاول يهدي ويقول له اقعد، لكن حاتم يرد بعصبية ويقول لهم يمكن ردي وصل لكم. بهذا الوقت يدخل هنا ويجي عم كريم ويقول لهم شنو صاير هنا. الخال يلتفت الكريم ويقول له يلا كريم خلينا نمشي، الظاهر البيت كله نسوان وما بيزل. حاتم هنا يعصب ويهددهم ويقول لهم بيتي بعد
تعذركم اتهمتوا لو لا. والخال يقول له هسه نروح لمركز الشرطة، ولما يدرون كريم متخلف عن العسكرية بسبب الجنسية هم راح يتجازون وياه. العم هنا يتدخل ويسأل ويقول لكريم شنو الموضوع فهموني. كريم يرد عليه ويقول له اخوك اللي مفروض يكون ابوي اجينا قبل سنين نريد الجنسية حتى اقدم على الامتحان بكالوري، بس مرته رفضت تنطيها، وهسه اريد البس عسكرية وما قبلوا لان ما عندي جنسية. حاتم هنا يعصب ويقول له احترم نفسك اني ابوك. كريم هنا يفقد اعصابه ويقول له هسه تذكرت انت ابوي، اني متبري منك وما اتشرف يكون ابوي واحد مثلك. حاتم هنا يحاول يرفع ايده ويضرب كريم، لكن كريم هالمرة مو ذاك كريم اللي كان صغير، هنا كريم كبر ولزم ايده وقال له تريد تضربني؟ انا مو كريم الزعطوط اللي حتى تمد ايدك عليه، اكسرها ايدك والقرآن لو ما خاف من الله. هنا العم يتدخل ويحكي على حاتم اخوه الكبير ويقول له ليش ما ترضى تنطيه من جنسي؟ ضيعت مستقبل الولد على مود ترضي مرتك. حاتم يرد ويقول له اني حر، لكن العم هنا يرد عليه بقوه ويقول له لا مو حر، خاف ربك. وبعدها العم يقول الكريم لو جاييني من قبل كان طلعت الجنسيه من عيونهم. وبعد نقاش حاد يهدد العم انه راح يروح ياخذ كريم والخال للشرطه ويشهد بالحق ضد اخوه. هنا حاتم وسندس ينذلون قدام الجميع، وسندس تضطر تروح تجيب الجنسيه، لكن لما تنطي الجنسيه الكريم هنا ينقهر ويقول بحزن لو منطيني اياها من قبل مو كان هساني بالكليه. وهنا كريم يتركهم ويروح. العم يبقى واقف ويقول بحسره الحاتم والله حرام هيك تسوي بروحك وبابنك وعلى مود منه. بعدها نشوف كريم لابس بدلة العسكرية لأول مرة وواقف يودع فريدة والخال فاضل قبل ما يروح. الدنيا وقتها حرب والكل خايف عليه. فريدة تبكي بحرقة لأنها خايفة عليه، وهو يقرب للخال ويسلم عليه ويشبك ايده وكأنها لحظة وداع صعبة. ولما يريد يطلع فريدة تركض وراه بسرعة وتحضنه بقوة وهي تبكي، وكريم هنا يحاول يهديها ويقول لها لا تبكين راجع لك. ننتقل البيت سعدي وحمدية بالمطبخ. سعدي قاعد يتفاخر وهو يطبخ السمك ويقول لحمدية بحياتك كلها شايفة واحد يصيد مثلي؟ حمدية تبتسم وترد عليه وتقول له لا والله ما شايفة عاشت ايدك. بهذا الوقت تجي مهاوي بنت سعدي وتقول الحمدية يمه أنا جوعان. حمدية تجاوبها بحنية وتقول لها اكلي هسه اي شيء لان الغداء بعد مطول. مهاوي تقول لها يمه تريديني اساعدك؟ وحمدية ترد عليها بسرعة وتقول لها لا من يمتى أنا اريد مساعدة، روحي تفرجي ويا اخوانك على التلفزيون. سعدي يباوع عليها ويقول اخ منك ليش ما تخليها تساعدي تغسل المواعين مثلا. لكن حمدية ترد عليه بحزم وتقول له ما اريد بناتي يعيشون حياة المذلة اللي انا عشتها، اريدهم يتعلمون ويصير عندهم مستقبل. سعدي يبتسم ويقول بكيفك انا على مودي. فتقول له حمدية بابتسامة خليني انا ادللهم على راح. نرجع للبيت فريدة والخال فاضل. فريدة قاعدة تبكي بحزن وتفرغ علينا البيت. راحت حمدية وهسه كريم. الخال يرد عليها بسرعة ويقول لها لا تجيبين طاري حمدية ببيت. لكن فريدة تقول له بحزن انا شقد حبيت حمدية بس مو بقد حب الكريم، ابني كريم الحنين اللي ما شفنا منه غير الطيبة والحنية. الخال يحاول يغير الجو ويقول له الله يرجعه بالسلامة قوم يروح للمطعم. لكن فريدة ترد عليه وتقول له مالي خلق. وهنا الخال يقول لها واني هم والله مالي خلق اروح للقهوة. ويبين من المشهد ان البيت صار فاضي وحزين، بيت فريدة وبيت الخال بعد ما راحت حمدية وبعدها لحقهم كريم للعسكرية وتفرقت العائلة. بهذا الوقت سعدي يقعد ويا حمدية ويقولها بموضوع مهم، لازم نروح لبغداد ندور على اهلك، لازم نجيب جنسيتك حتى نوثق عقدنا بالمحكمة. حمدية هنا تتلخبط شوي وترد بسرعة وتقول لها هسه وقت مدارس خلي بالعطلة الله كريم. واضح من ملامحها انه متوترة وخايفة من الموضوع. وبهالجهة الثانية الخال فاضل قاعد ويا صاحب ابو القهوة وباله كله على كريم، لان كريم صار بالجيش وانحط بالخطوط الاولية بالحرب ضد ايران، والخوف عليه يكبر يوم بعد يوم وتمر شهرين. نشوف سعد وحمدية قاعدين بالبيت يستمعون للراديو. الراديو كله اغاني حرب، وحمدية تستغرب وتقول للسعد شنو الموضوع؟ شو بس اغاني الحرب؟ ايش صاير يا ستار يا ربي؟ سعد يرد عليها ويقولها صاير هجوم على نهر جاسم. حمدية تتنهد وتقول وهذا وين صاير نهر جاسم؟ وهنا سعد يقولها صاير بالبصرة. حمدية تتنهد وتقول الله يحرسهم. سعد يحاول يطمنها ويقولها ولدنا سباع ما ينخاف عليهم. لكن المصيبة كانت جاية. فجأة يندق باب بيت الخال فاضل، والخال يفتح الباب ويطلع مازن صديق كريم بالعسكرية. والخال يقول له تفضل مازن اكيد جايب لنا خبر عن كريم. وفريدة هنا تطلع وتقول له مازن ليه صافن وساكت؟ بس مازن وجهه ما يبشر بخير ويبقى يباوع بوجه فريدة والخال وهو ما يعرف شلون يحكي.
يحكي. فريدة تتوتر أكثر وتقول له احكي ايش بيك ساكت. وهنا مازن يفجر الخبر الصادم، يقول لهم كريم تصوب واستشهد بالمعركة. لحظة صمت ثقيلة وفريدة تنصدم صدمة قوية قدام الخال وكأن الدنيا وقفت. وهنا تنتهي الحلقة 27 من مسلسل حمدية بنهاية حزينة وصادمة تهز قلب المشاهد.